وبالنسبة لهذه الليلة سيداتي وسادتي، هيا جزر القمر وديما مغرب. شكرا. Thank you, Mr. Infantino. شكرا لك سيد انفانتينو. والآن ننقل الكلمة إلى السيد باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. And now we give the floor to Mr. Patrice Motsepe, President of the Confederation of African Football, CAF. Salam alaikum. Salam alaikum. Bonsoir Maroc. مساء الخير للمغرب. Bonsoir Maroc. مساء الخير للمغرب. I will now speak English. سأتحدث الآن باللغة الإنجليزية. On behalf of نيابة عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ونيابة عن countries in 54 بلدا whose members تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والذين أعضاؤهم من ضمن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أريد أن أشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله نيابة عن الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي تمثل 54 دولة إفريقية، أود أن أتقدم بالشكر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. I also want to thank His Royal Highness Prince Moulay Hassan. مولاي حسن وكذلك الحكومة. أود أن أتقدم بالشكر كذلك إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. I want to thank the government of Morocco. أريد أن أشكر كذلك الحكومة المغربية والشعب المغربي. أريد أن أشكر كذلك الاتحاد الملكي لكرة القدم وأخانا فوزي لقجع. أشكر حكومة المملكة المغربية، شعب المغرب، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأخي فوزي لقجع. I want to thank them for their love. أريد أن أشكرهم على ما يقدمونه لكرة القدم وكذلك حبهم للشعب المغربي ولكرة القدم. سأشكرهم كذلك على حبهم للشعب الأفريقي. أريد أن أشكرهم على محبتهم لكرة القدم في المغرب وفي إفريقيا، وعلى محبتهم لشعب المغرب ولشعوب إفريقيا. I also want to thank my brother Gianni Infantino, the president of FIFA, Gianni Infantino, who brought the World Cup back to Africa 2030 in Morocco. وأود كذلك أن أشكر أخي جياني إنفانتينو رئيس الفيفا. Today we welcome the world. اليوم نرحب بالعالم في المغرب، نرحب بالشعب في أفريقيا بأكمله إلى المغرب. سوف نبرز للعالم كذلك أجمل كرة قدم في هذه القارة، أفضل اللاعبين في أفريقيا، أفضل لاعبي كرة قدم في العالم. اليوم في المغرب نرحب بشعوب إفريقيا ونرحب بشعوب العالم، وسوف نريهم طبعا لكل شعوب العالم نجوم الكرة الإفريقية وأجمل كرة في القارة. نحن ملتزمون كاتحاد أفريقي لكرة القدم لاستخدام كرة القدم لتوحيد شعوبنا من أجناس مختلفة، من كذلك خلفيات مختلفة، وأن نوحد شعبنا من ديانات مختلفة في قارة أفريقيا وفي العالم. نحن في إفريقيا ملتزمون أيضا باستخدام كرة القدم لتوحيد جميع شعوبنا في إفريقيا على اختلاف الأعراق وعلى اختلاف الأصول الإثنية وعلى اختلاف الانتماءات الدينية.